انت اكيد رحتي الصومال، انت طبعا قصدي يعني رحتي عشتي رمضان كتير في الصومال؟ لا ما رحتش بصراحة. ولا رمضان قضيتيه في الصومال؟ لا خالص. برضو؟ اه انتوا منين؟ مش الصومال يعني ما قضيتيش خالص رمضان في الصومال؟ لا لكن للأسف. طيب انت كاتبة واكيد درستي وقريتي تاريخ الصومال، هل ما زال في اهتمام او مش اهتمام، هل ما زال الطقوس والتقاليد الخاصه بشهر رمضان في الصومال بيحافظوا عليها هناك، ولا مع الوقت والدنيا تتغير ما بقاش زي زمان زي الاجيال القديمه؟ بصراحة لا، الوضع أكيد اختلف. شوفي أنا بتابع الصومال الفترة الحالية من السناب شات، تطبيق السناب شات، في مجموعة وعلى رأسهم طالبة في كلية إعلام اسمها فاطمة وريا، بتعمل تغطية للصومال بشكل يومي. يعني هي ماشية كده وبتصور كل حاجة بتحصل في يومياتها، سواء مواصلات لحد ما توصل للجامعة وكذا. فالسنة اللي فاتت الشيء المميز اللي عملته، عملت يوم في رمضان في الصومال في مقديشو. احكي لنا كان اليوم عامل ازاي؟ كان يوم جميل جدا، يعني خلتنا كلنا نفهم الوضع يعني في البلد عامل ازاي. وهي نازلة راحت الجامعة بتدرس عادي، خلصت المشاوير بتاعها، عملت شوبينج، رجعت البيت بقى لقيت السفرة جاهزة مع العيلة وأكلوا بعد كده التراويح وكده. يعني حتى خلت الناس الكبار اللي حضروا رمضان في الصومال زي جدتنا وأمهاتنا وكده يعني يعيطوا بالضبط. يعني رجعت للناس الروح اللي فقدناها. طبعا أغلب الجيل اللي زي أنا ويحيى اتولدنا أيام الحرب أصلا في التسعينات. احنا طبعا في الثمانينات، بس الحرب بدأت سنة 90. فالجيل بتاعنا هاجر من الصومال مش فاكر حاجة، يعني عمرنا 3. يعني دي نقطة مهمة عايزين برضو نبرزها، ان عدد كبير حتى من الصوماليين بيعيشوا بره الصومال بالظبط في دول كتيرة مختلفة، واللي بيبقى لهم حظ حلو ان هم بيعيشوا في دول إسلامية او دول عربية، فممكن ما ينسوش الطقوس دي. لكن في منكم كتير من الصوماليين عايشين في كندا وفي امريكا في اوروبا، ممكن الطقوس دي بينسوها او بتبعد عنهم. احنا بقى عندنا حاجة في الصومال اسمها دقن عرس. الطفل لما يوصل سن معين والعيلة بتاعته تحس ان هو خرج تماما عن العادات الصومالية، بيرجعوه بقى بلد اسلامي او الصومال نفسها على حسب امكانياتهم، يخلوه شهر من 3 شهور لشهر عشان يعيد عشان يتربى من جديد. اليوم معاكم فاطمة من العاصمة الصومالية مقديشو، حنوريكم رمضاننا كيف هنا. إتمام دراستي الجامعية بعد الثانوية في جدة، وحيعرفكم الصومال اليوم بشكل لم تروه من قبل. محمد مواليد جدة، حاليا قاعد في عاصمة الصومال مقديشو، أدرس إدارة أعمال آخر سنة. العزيز مواليد السعودية ولقيت في السعودية وعايش حاليا في مقديشو. أهلا وسهلا، حنعرفكم والآن خلصنا صلاة العصر أحبتي في مسجد الصحابة، مسجد بني قبل أشهر من الآن من قبل رجل أعمال صومالي. زحمة قبل الإفطار، العالم كلها تبغى تيجي على البيت، مرة زحمة. طبعا وسيلة النقل الأساسية في الصومال هي التيك توك أو الركشة والباص. أهلا أصدقائي، إن شاء الله تغطية نالت على استحسانكم. رايحين نلحق على البيت عشان نطهمش شوي وأدي عند دقيقة 5 دقايق. السلام عليكم. بلقيس معنا هذا؟ يقول بلقيس أحبك باللغة الصومالية. وهذه شربة صومالية، حياكم، تفضل. وبكذا أعزائي المتابعين خلصنا تغطية إن شاء الله نالت على استحسانكم. تعرفتوا على الصومال لأول مرة من خلال حساب بلقيس وغيرتوا الفكرة شوي. نالت على استحسانكم وتعرفتوا على الصومال وعلى العاصمة الصومالية مقديشو بشكل آخر. نشكر الفنانات العظيمة بلقيس على إتاحة هذه الفرصة. أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. العاصمة الصومالية مقديشو.